مرحبا يا أصدقائي. النهاردة هحكي لكم قصة جميلة عن أم وبنتها، وإزاي الخياطة قدرت تقربهم من بعض أكتر. تخيلوا معايا أم محجبة جميلة قررت تفاجئ بنتها نور بهدية مميزة. نور البنت الحلوة اللي عندها 15 سنة كانت مستغربة لما شافت مامتها بتشتغل من الصبح على حاجة سرية. يا نور، تعالي شوفي اللي عملته لك النهاردة، نادت الأم بنتها بفرحة. ياه، إيه ده يا ماما؟ طقم جديد! صرخت نور بسعادة لما شافت المفاجأة. الأم ابتسمت وهي بتقول: أيوة يا حبيبتي، طقم من قطعتين، جاكيت وتنورة، وكله من باترونات خالد صبيحة. نور ما صدقتش إن مامتها خلصت الطقم في وقت قصير كده. بس إزاي خلصتيه بالسرعة دي؟ أنا كنت متابعة معاكي من الصبح ومش شايفة غير القماش، سألت نور باندهاش. الأم ضحكت وكشفت السر: كل الفضل لباترونات خالد صبيحة. الطريقة سهلة وسريعة، مفيش تعقيد ولا قص كتير، كل حاجة جاهزة ومظبوطة. نور اتحمست جدا وقالت: جدعة والله يا ماما، أنا كمان عايزة أتعلم معاكي، انتي عملتي السحر ده في ساعتين بس. الأم شجعت بنتها وقالت لها: طبعا يا قلبي، بكرة نبدأ مع بعض وهعلمك كل حاجة خطوة خطوة. الباترونات دي بتخلي الخياطة سهلة لأي حد. نور حضنت مامتها بفرح: شكرا يا أحلى ماما، الطقم تحفة وهلبسه بكرة في المدرسة. والأم ردت بفخر: تستاهلي كل خير يا نور، وبكرة إن شاء الله هتعملي حاجة حلوة بإيدك. يعني ممكن أبقى مصممة أزياء؟ سألت نور بحماس. طبعا يا حبيبتي، كل حاجة ممكنة، ردت الأم وهي بتضحك. أصدقائي، القصة دي بتورينا قد إيه الهوايات المفيدة زي الخياطة ممكن تقرب العيلة من بعض وتخلق لحظات حلوة ما تتنسيش. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وشاركونا في التعليقات تجاربكم مع الخياطة وباترونات خالد صبيحة. خلونا نشجع بعض ونتعلم مع بعض. شكرا لمشاهدتكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي.